ابو يوسف نقول لك الحمد لله على سلامة يوسف. متى تلقيتوا هالخبر؟ والله بعد اذان العشاء، ومر علي انا المغرب. فاطر عنكم في البيت؟ ما رضي يفطر، قال بصير عشان الحق على التمرين وكذا، اخاف اني اتاخر. زي لازم تفطر وياي وهذا اتكلم. لا ان شاء الله ما نشوف شر، ان شاء الله تكون بسيطة ان شاء الله ان شاء الله. تحدثت مع الدكتور ابو يوسف، شو قالوا لك؟ والله الدكاتره انا وش بقول لك عنهم؟ ما تطمن فيهم، لان صابتنا حاله واحده بعد قبل سنتين ولد اختي صبر وبننقله لا والله ما نقدر ننقله، وصبروا علينا وما ادري كيف. بعد 3 ساعات توفى عندهم. حالة ولدي انا اشد من حالة هذاك، اقوى. لا ان شاء الله ما في الا الخير. بس سمعت في الطياره بتنقل الى ابو ظبي. ان شاء الله والله ما قصروا النادي والشيوخ هناك في العين، بعد ما قصروا بطرش الطياره ان شاء الله، وبينقلوا لمستشفى خليل. لا ان شاء الله بتشوف معافى يوسف البيرق، من اللاعبين المميزين بدوله الامارات ولاعب خلوق، وان شاء الله تشوفه بصحه وعافيه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. شكرا. بالعفو. هذا عمها السلام عليكم. نسعد احنا ان ننطلق بضل نسوي تليفونات وهذا وقت هذا ما في ما شاء الله. احيانا يجي لك رساله، احيانا ما كان فيها رساله. استلمنا اللاعب يوسف، كان عنده إصابة نتيجة حادث سيارة، وكانت عنده درجة الوعي قليلة، فعملنا الإسعافات اللازمة بالبداية، ووضعناه على جهاز التنفس الصناعي، لأنه كانت مثل ماذكرت الحالة الوعي عنده كانت مشوشة وغير متكاملة. والشيء المطمئن انه الحمد لله الافعال الحيويه عنده من نبض وضغط مستقره ان شاء الله، واحنا جارين نسوي الفحوصات نكملها، وان شاء الله حننقله على امارات دبي. اكيد في جهود جباره لمستشفى الزيت، بس هل الحاله مستقره؟ يعني من كافعال حيويه نعم مستقره حاليا، لا تحتاج تداخل جراحي، لكن تعتمد ايضا خلال 24 ساعه اللازمه، ما نعرف شو مخبينا الوقت، ان شاء الله خير. دكتور، كلمة تطمن الشارع الرياضي الإماراتي المتابع للاعب ومحب للاعب يوسف البيرق. إن شاء الله يا ربي، هي هاي شغلة مؤقتة، ويصير قصة من الماضي، قضاء وقدر، وخلال فترة قصيرة إن شاء الله، خلال ال 24 ساعة القادمة إن شاء الله نطمنهم عليه أكثر وأكثر. شكرا دكتور. شكرا، مرحبا.